السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم. إذن من بعد ما النفوس هدأت قليلا، غادي نرجعوا للمباراة النهائية لكأس إفريقيا، وكذلك لمجمل مباريات البطولة ككل، فيما يخص مشاركة المنتخب الوطني المغربي. رغم أننا بغينا نساو هذه المباراة، ولكن للأسف من الصعب ذلك في الوقت الراهن، وغادي نهضروا فقط على الجانب التقني ونحللوا الأخطاء اللي ارتكبها وليد الركراكي في هذا الكأس. إذن أول خطأ ارتكبه وليد الركراكي في هذا الكأس هو أنه استدعى لاعبين مصابين، واستدعى كذلك لاعبين آخرين الصلاحية ديالهم منتهية. وهنا يمكننا نعطيو المثال بمجموعة من اللاعبين اللي كيتفق الجمهور على أنهم ما عطاو حتى شي إضافة، وكان من الأفضل عدم الاستدعاء ديالهم، إما بسبب الإصابة أو بسبب انتهاء الصلاحية، أو ما عندهم حتى شي إضافة اللي غيضيفوها للمنتخب الوطني. نعطيو مثلا حمزة إيغامان، سفيان أمرابط، عز الدين أناحي، غانم سايس، جواد الياميق، يوسف النصيري، سفيان رحيمي، وحتى نضيفوا لهم حتى ذاك المدافع الشاب أيت بودلال اللي مازال صغير ومازال ما عندوش القدرات باش يلعب كأس إفريقيا. مازال خاص واحد 3 سنوات ديال التنافس وديال يرفع من المستوى ديالو، عاد ممكن باش يلعب كاس افريقيا. وكيف ما شفنا راه جا حضر فقط، عمر واحد البلاصه وما شارك حتى في شي مباراه، رغم اننا كنا محتاجين المدافع اوسط في كثير من المباريات. الخطأ الثاني اللي ارتكبه وليد الركراكي خصوصا في المباراة النهائية هو إخراج بلال الخنوس، اللي كان محرك وسط الميدان وكان من بين اللاعبين الأفضل في المباراة، في الوقت اللي كان يخرج في المكان ديالو اسماعيل الصباري، اللي قدم واحد الأداء كارثي وكان لاعب سيء من جانب المنتخب الوطني، ماشي فقط في المباراة النهائية وإنما كان ضعيف في أغلب المباريات اللي شارك فيها. الخطأ الثالث هو عدم الاعتماد على شمس الدين الطالبي، اللي ما تعطاتوش الفرصة الكاملة في هذا الكان. ووليد الركراكي كان كيصر باش يلعب حمزة إيغامان في الجناح، رغم أنه ماشي المركز ديالو هذاك، وكيف ما شفناه قدم مباراة سيئة من بعد ما دخل في نصف النهائي أمام نيجيريا. ورغم ذلك ما تعطاتش الفرصة لشمس الدين الطالبي، اللي حتى هو كان جاهز وكان خاص يلعب، وكان خاص يدخلو حتى في النهائي في بلاصة إيغامان، اللي كيف ما شفنا دخل وتصاب ولعبنا 30 دقيقة ب10 اللاعبين فقط، من بعد ما درنا واحد الخطأ فادح اللي هو استنفذنا التغييرات القانونية كاملة ديالنا، وكان مازال تابعنا وقت طويل في المباراة. ولكن الركراكي ما دارش الحساب أنه ممكن يتصاب الحارس، ممكن يتصاب لاعب آخر ويغادر. لنفترض كون كان تصاب لنا الحارس كون راه كملنا المباراة بلاعب هو اللي مشي يحرص لينا المرمى، خصوصا اننا لاعبين قدام واحد المنتخب اللي عنده لاعبين عندهم اندفاع بدني وما عندهمش مشكل باش يصيبوا الخصم ابدا، يعني اللي كيهمهم هو يربحوا بايتها طريقه. نمشيو للخطأ الرابع اللي ارتكبه وليد الركراكي، هو الاعتماد على ابراهيم دياز لاكثر من 60 دقيقه. لاعب دياز او ابراهيم دياز لاعب اللي كيخصو يلعب فقط واحد 60 دقيقه، حيت كيعيا وما كيقدرش يدير مجهود من مور الدقيقه 60، ولذلك كان على الركراكي باش يخرجوا في الدقيقه 90 على او عفوا في الدقيقه 70 على اعلى تقدير، والاعتماد على الياس اخوماش اللي واخا دخل متاخر ولكن قدم واحد المردود طيب. الخطأ الخامس غادي نهضروا فيه على الإصابة ديال نائل العناوي اللي تصاب في الرأس. من بعد ما تصاب راه خرج من المباراة،
وكان هنا وليد الركراكي كان يستنجد بأمرابط يدخلوا، واخا يكون في أسوأ حالاته راه غادي يقدم واحد المستوى أحسن من العناوي. والعناوي منين تصاب راه فقد التركيز ديالو، وكان هو المتسبب في الهدف اللي استقبلناه وتسجل علينا. الخطأ السادس، هنا غنرجع لديك استنفاد التغييرات القانونية. كيف ما قلنا فكانت مازال أكثر من 30 دقيقة ولعبنا الأشواط الإضافية، وكان احتمال كيف ما قلنا يتصاب لاعب من المنتخب المغربي، ولكن هنا الركراكي استنفد جميع التغييرات بسرعة. وكيف ما شفنا منين تصاب إيغامان كان مازال وقت كثير للأشواط الإضافية، ولكن ما قدرنا ندخلوا في المكان ديالو حتى شي لاعب، لأننا استنفدنا كيف ما قلنا التغييرات ديالنا. هنا كان على الركراكي باش يخلي واحد التغيير احتياطي تحسبا لأي طارئ. كيف ما قلنا ممكن يتصاب لاعب، ممكن يتصاب الحارس، ممكن أي حاجة توقع. والخطأ رقم 7 هو التغييرات كانت متأخرة بزاف في المباراة النهائية. مثلا أخو ماش دخل متأخر، وكانت أيضا تغييرات خاطئة، ما كانش كيخرج الخنوس، كان يخرج إسماعيل الصباري إلى غير ذلك. والخطأ رقم 8 أن وليد الركراكي ما شافش نقاط الضعف الكبيرة اللي عندنا، اللي هي خصوصا في وسط الميدان والدفاع. وفي وسط الميدان استدعى فقط واحد 6 ديال اللاعبين. واش 6 ديال اللاعبين غيلعب بهم 6 ديال المباريات؟ راه كاين اصابات كيف ما شفنا، كاين اوراق صفراء، كاين مجموعه من الامور، كاين تغييرات بداعي الايقاف الى غير ذلك. ولكن ما دارش الحساب، استدعى فقط واحد 6 ديال اللاعبين في وسط الميدان. اما في الدفاع كيف ما قلنا فراه استدعى لاعبين كارثيين مثل غانم السايس وجواد الياميق وأيت بودلال إلى غير ذلك. إذن عموما فكانت أخطاء كثيرة، ومن بينها أيضا ممكن نهضروا على هاد المحللين ديال الأداء. جبنا محلل أداء من بلجيكا ولكن راه ما تيحلل والو. مثلا في ضربة الجزاء اللي ضرب دياز كان عليهم بعدا يشوفوا إدوارد ميندي فين كيتماركاو عليه. في الدورات الأخيرة ديال كأس إفريقيا فتضربت على إدوارد ميندي 9 ضربات جزاء، من بينها ضربات ترجيح. أكثر من 6 ديال ضربات الترجيح تماركات عليه حيت تنفذات الجهة اليمنى. علاش هنا إبراهيم دياز ما نفذش ضربة الجزاء بالشكل المطلوب وبقوة ويضربها للجهة اليمنى؟ وهذا الشيء غيكون توجيه من المدرب ومن محلل الأداء إلى غير ذلك. ولكن كيف ما شفنا هادشي كاع ما كانش. المهم أخطاء كثيرة جدا ترتكبت من طرف وليد الركراكي، اللي ما سيرش المباراة النهائية كما ينبغي. نفس الشيء بالنسبة للمباريات السابقة، كان مجموعة من القرارات الخاطئة اللي اتخذها لا قبل بداية الكان ولا أثناء الكان ولا في المباراة النهائية. وهذا الشيء اللي كلفنا بواحد خسارة الكأس القارية اللي كنا قراب منها، ولكن للأسف ما تمكناش باش نحسموها. عموما اش غنقولوا؟ بالتوفيق في قادم المحطات المنتخب المغربي، ونتمناو خير ان شاء الله. واللي يمكننا نقوله هو خيرها في غيرها وصافي. ما كتابتش المجموعة من الأسباب، وهذا ما كان الخوت وصافي.